العلامة الشيخ محمد الشريف اليعقوبي، إمام المالكية في الجامع الأموي الكبير بدمشق. توفي العلامة الوالد رحمه الله تعالى سنة 4600 بعد الألف، وتوفي عمه سنة 62 و300 بعد الألف. قال: أخبرنا محدث المدينة المنورة الشيخ فالح بن محمد الظاهري المهنوي، ولد سنة 58 و200 بعد الألف، وتوفي سنة 28 و300 بعد الألف. قال: أخبرنا الإمام المجدد المحدث السيد محمد بن علي السنوسي، ولد رحمه الله تعالى سنة 200 بعد الألف، وتوفي سنة 76 و200 بعد الألف. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري، المتوفى سنة 39 و200 بعد الألف. قال: أخبرنا الإمام محمد بن قاسم جسوس الفاسي، العلامة المحقق، المتوفى سنة 88 و100 بعد الألف. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني الفاسي، المتوفى سنة 63 و100 بعد الألف. قال: أخبرنا الإمام أبو البركات أبو محمد شيخ الجماعة بفاس عبد القادر بن علي الفاسي الفهري، المتوفى سنة 91 بعد الألف إجازة. قال: أخبرنا عم والدي. عشنا اليوم بحمد الله تبارك وتعالى أمسية مباركة وندوة علمية معرفية زاخرة. كان الحديث فيها عن أشهر كتاب للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار لمفخرة المغرب الإمام سيدي محمد بن سليمان الجزولي. فكانت المواضيع التي تطرح في هذه الندوة تدلنا على ألق وثراء هذا الكتاب وما فيه من الأسرار النورانية. ويبقى كتاب دلائل الخيرات رمز عطاء ورمز نورانية في هذه المملكة الشريفة. وجاءت اليوم المداخلة الرئيسية للشيخ محمد أبي الهدى اليعقوبي لتتحدث عن الجوانب عديدة مهمة جدا في فهم ومعرفة أغراض هذا الكتاب وما له من الدلالات. فالحمد لله على هذا الفضل الذي يأتي تفعيلا لمضامين رسالة مولانا أمير المؤمنين، والحمد لله على ذلك.